السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف الفيديو ده كده مع بعضنا ونشوف حال الناس من الشعب المصري وصل لحد فين بعد ارتفاع سعر أنبوبة أو اسطوانة الغاز المنزلية. يعني راجل تقريبا تخطى سن ال60 سنة، قدر رسالته وعاش أيامه وما هو يعني إلا في انتظار صعود الروح لخالقها. يعني بس اللي انا عايز اوصل لحضراتكم يعني من ده كله ان راجل خلاص، يعني ما بالكم اللي الشباب اللي هي لسه في مقتضى حياتها هتواجه الازمات دي ازاي، وهتواجه المعيشة دي ازاي بعد الارتفاع الكارثي اللي بيحصل يوم بعد يوم في ارتفاع الاسعار والسلع المصرية. انا مش هفتح الصوت طبعا لحضراتكم، ولكن يكفي المشهد ده كده ان احنا نشاهده مع بعضينا. يعني حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنبوبة البوتاجاز ترتفع 50 جنيه ما بين يوم وليلة، وكان السعر اللي بيتباع بيها طبعا 120 جنيه و130 جنيه في بعض المحافظات، وتضيفوا عليها 50 جنيه أصبحت ب170 أو 180، وحطوا عليها جشع التجار ووصلت ل200 جنيه. وضيفوا إن أنا كنت عامل فيديو لحضراتكم بالأمس وبقول لحضراتكم الجوطة اللي هي الطماطم وصلت 35 جنيه اليوم يا سادة يا كرام، ب45 جنيه. كنت عامل فيديو بالأمس بقول البطاطس وصلت ل25 جنيه اليوم، البطاطس ب30 و35 جنيه. ومفيش أي رقابة ولا أي مسؤولين طبعا بتنزل تباشر السلع دي في السوق وتشوف حق المواطن المصري. زي ما اتكلم طبعا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بيقول احنا سعر الأنبوبة كان ب100 جنيه وزودنا 50 جنيه، أصبح إن سعر الأنبوبة ب150 جنيه. وهو مش على علم ولا الرقابة على علم إن الأنبوبة بتتباع في الأسواق والشوارع المصرية ب130 وب140، وزودوا 50 بقت أصبح 170 180، ومع جشع التجار هتوصل 200 جنيه. طبعا هنا فين المسؤولين اللي هم مسؤولين عن الرقابة وعن محاسبة الناس اللي هي بتغلي الأسعار ضعف ما بتغلي الحكومة؟ ولكن دي مش القصة ولا دي الحدوتة. الشعب المصري بدأ ينهار انهيار كامل. الناس ما بقتش قادرة تواجه المعيشة ولا تفتح بيوت ولا يراعوا أسرهم، ولا الناس بقت قادرة تقوم بمسؤوليتها كمسؤولية كاملة اتجاه أولادهم واتجاه أسرهم. بيجي في انعكاس كامل في الشعب المصري. الشعب المصري بيجي في حالة توتر، في حالة ذعر، في حالة ضيق، بيجي في حالة سيئة جدا لدرجة ان الناس في الشوارع ما بقتش طايقة نفسها. يعني بيجوا في حالة اكتئاب حادة. طيب والنهاية هتكون ايه؟ يعني نهاية القصة دي ايه؟ يعني اقتصاد مثلا البلد واجع. الشعب ده في عمره ما كان مسؤول عن اقتصاد البلد. ان المسؤولين اللي هم خلوا البلد تنهار ووجعوا اقتصادها المفروض هم اللي يكونوا المسؤولين ان يرجعوا للبلد اقتصادها، مش على حساب الشعب الفقير، ولكن على حساب كل مسؤول ما عرفش يدير اموره في المكانة او على الكرسي اللي هو قاعد عليه. ولكن احنا دايما طبعا بين كمسؤولين ماسكين البلد، كل واحد في منصبه كوزير الزراعة ووزير الصحة ووزير التعليم، وزير ال التموين، وزير البيئة، وزير الإسكان، دايما بيحمل أو بيعوض فشله الذريع على حساب المواطن الفقير أو البسيط. زي ما طلع كده بالظبط. يعني طبعا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طالع بيتكلم بيقول مصر بتستهلك سنويا 280 مليون أنبوبة غاز أو 280 مليون اسطوانة غاز. التكلفة الفعلية على الدولة 350 جنيه. لما نرفع سعر الأنبوبة بدل من 100 جنيه نخليه 150 جنيه، هتبقى التكلفة اللي هتتحملها الدولة 200 جنيه. هتبقى الموازنة هنا اللي تتحملها الدولة طبعا ما يقرب من 47 مليار أخرى. يعني بعد
ارتفاع سعر الأنبوبة، وبعد ما المسؤولين وصلوا الأنبوبة ل150 جنيه كما اعتقدوا، يعني إن هي 150 جنيه، ولكن هي وصلت ل200 جنيه حاليا. يعني أنا بكلم حضراتكم وصلت 200 جنيه، ولكن في النهاية إن الدولة بتتحمل 47 مليار جنيه، زي رغيف العيش كده بالظبط يا سادة يا كرام. لما كان طبعا الدولة بيتكلف على الدولة 35 قرش، فشافوا ان 5 قروش للمواطن شوية، ولازما المواطن يتحمل معانا، فعملوا رغيف العيش او وصلوا رغيف الخبز ب20 قرش. وما ننساش حضراتكم يعني اللي مش متابع يعني الأحداث يعني، ولا بيسمع يعني للأمور اللي زي كده، إن الدكتور مصطفى مدبولي طالع بيتكلم في إن الدولة بتستهلك 280 مليون أنبوبة سنويا. التكلفة الفعلية على الدولة 350 جنيه، فده عبء كبير على الدولة، لازم نحمل طبعا الشعب شوية. ما ننساش ان هو نفس المسؤول ونفس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي السنة اللي فاتت 2024 في بداية في بداية 2023 كان نفس الكلام، بيقول ان الدولة بتنتج سنويا 280 مليون أنبوبة بيستهلكها الشعب، ولكن التكلفة كانت على الدولة 200 جنيه فقط، وكنا بنديها للمواطن ب75 جنيه. يعني 12 شهر يا سادة يا كرام الدولة كانت بتصدر لنا أو بتنتج الأنبوبة ب200 جنيه، ولكن في خلال 12 شهر الدولة بقت تنتج الأنبوبة ب350 جنيه، وكانت في 2023 بيستهلكها المستهلك أو المواطن ب75 جنيه، ولكن اليوم بيستهلكها المواطن ب150 جنيه. فانتظروا في 2025 هتلاقوا طبعا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طالع بيقول لحضراتكم ان مصر بتستهلك هم ال 280 مليون انبوبه بوتاجاز، ولكن التكلفه الفعليه على الدوله مش هتكون 350، ولكن هيقول لحضراتكم 450 500. فاحنا لازم نزود طبعا ونوصل الانبوبه ل 250 جنيه. ودايما فشل المسؤولين بيحاسبوا عليه طبعا عامه الشعب البسيط. والله المستعان، يعني الله الموفق، الله المستعان يعني. مع كامل احترام وتقدير لحضراتكم جميعا، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.